واخيرا مقارنه زي ما طلبته ما بين الماك بوك الاير الام 1 والماك بوك الاير الام 2. والغريب ان الجهاز القديم طلع احسن في حاجات كتير عن الجهاز الجديد. ابل بتعمل ده ليه؟ ويا ترى انهي فيهم مناسب ليك اكتر؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الفيديو ده، فبدون اي تاخير خلينا نبدا. الفيديو ده برعاية تطبيق ماجيك منيو من iBoysoft. التطبيق ده بيقدر يخليك تخصص قائمة الكليك يمين بالشكل اللي انت حابه، وتقدر كمان تضيف فيها اختصارات ذكية جدا مش موجودة اصلا في نظام الماك او اس. تقدر مثلا ان انت بمنتهى السهولة تعمل ملف جديد بالصيغة اللي انت عاوزها، تقدر كمان ان انت تعمل اختصار يوصلك لاي ملف او اي فولدر موجود على الجهاز، وتقدر كمان ان انت تاخد سكرين شوت بشكل سريع او حتى تبدأ تسجيل فيديو على شاشة اللابتوب بتاعك. التطبيق فيه مميزات كتيرة جدا هتكتشفها مع الاستخدام، وهتلاقوا الرابط بتاعه موجود في وصف الفيديو علشان لو حابين تجربوا. دول ارخص جهازين لابتوب موجودين من ابل في السوق. الابل الماك بوك الاير الام 1 والماك بوك اير ام 2. الام 1 سعره $1000، واحيانا بينزل عليه عروض بيتباع في حدود $900، وممكن تشتريه مستعمل بما يعادل تقريبا $700. انما الماك بوك اير الام 2 عشان هو لسه جهاز جديد فما عليهوش عروض، وسعره كمان اغلى. الجهاز ده بيتباع ب $1200، ومستعمل صعب ان انت تلاقيه لان الجهاز لسه جديد نسبيا. المفروض ان فرق السعر ما بين الجهازين مش كبير، ولكن بسبب الارتفاعات المتتاليه لسعر الدولار ده خلى الفرق ما بين الجهازين يعتبر فرق كبير لا يستهان بيه، وده بيخلي ناس كتير في حيره ما بين الجهازين ومش عارفه تختار ده ولا ده. انا عامل ريفيو لكل جهاز منهم بالمميزات والعيوب بتاعه كل واحد منهم بالتفصيل، هتلاقيه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو، ولكن الفيديو ده انا هركز على الفروقات اللي ما بين الجهازين. ظاهريا الجهازين شكلهم مختلف عن بعض. الاير الام 1 واخد التصميم القديم بتاع اللابتوبات بتاعه ابل، اللي هتلاقي فيه كيرف كده بسيط بينتهي بزاويه حاده بتخلي مسكه الجهاز صعبه شويه، بعكس الماك بوك الاير الام 2 اللي تصميمه فلات تماما بنهايات واخده كيرف كده بسيط علشان تخلي مسكه الجهاز مريحه اكتر في الايد. التصميم اللي كنا شفناه اول مره مع سلسله الماك بوك برو ال 14 وال16 انش اللي اعلنت عنهم من فتره. كل تصميم منهم ليه المحبين بتوعه وليه الناس اللي مش بتحبه قوي، وانا شخصيا من الناس اللي عجبها اكتر تصميم الماك بوك الاير الام 2، ولكن انا بحب تصميمه مش علشان ظاهريا شكله احلى، انا بحبه علشان 5 حاجات بسبب التصميم ده الجهاز عرف يقدمها بشكل افضل. اولا المنافذ، بالرغم من ان الجهازين هنا مازال في 2 يو اس بي تايب سي بس، المنفذين دول بيدعموا اليو اس بي 4 والثاندر بولت 3، الا ان ابل ضافت الماك سيف اللي تقدر من خلاله تشحن الجهاز، اللي بيخليك ما تستخدمش واحد من منافذ التايب سي علشان تقدر تشحن الجهاز، عكس الماك بوك الاير الام 1. فبالتالي وانت تشحن الجهاز هيبقى منفذين فاضيين عكس الاير الام 1. وطبعا منفذ الصوت ال 3.5 مللي مازال لسه موجود في الجهازين. ثانيا الشاشه اللي موجوده في الماك بوك الاير الام 2 هتلاقي ان الحواف بتاعتها اقل بشكل ملحوظ عن الاير الام 1، وده بيخلي الجهاز كده وانت ماسكه شكله حديث ومتماشي مع التكنولوجيا اللي احنا فيها اليومين دول. ثانيا التصميم الجديد ده مخلي وزن الجهاز اخف. الماك بوك الاير الام 2 وزنه 1240 جرام، بعكس الاير الام 1 اللي وزنه 1290 جرام، يعني 50 جرام زياده، فبالتالي الوزن اخف فعلا، ولكن في الاستخدام الفرق مش واضح قوي ما بين الجهازين. رابعا الكيبورد كمان استفادت من التصميم الجديد، وبقى صف ازرار الاف ان او الفانكشن، الصف ده بقى واخد الحجم الكامل، وزرار التاتش اي دي كمان بقى حجمه اكبر. خامسا التصميم الجديد ده بيوفر حجم تراك باد اكبر شويه في الماك بوك الاير الام 2، بس الفرق هنا بسيط قوي يعني ومش هتلاحظه مع الاستخدام. ولكن في مقابل الخمس تحسينات دول التصميم ده يعني في حاجه كده فيه مش حلوه قوي، وهو مكان السماعات. في الماك بوك اير الام 1 السماعات كانت على يمين وشمال الكيبورد، انما في الماك بوك اير الام 2 السماعات اتنقلت وبقت موجوده في المفصل بتاع الشاشه، فبالتالي صوتها هنا مش بنفس جوده الصوت بتاع الاير الام 1. فالاير الام 1 هنا صوته اعلى واوضح، وكمان تحس ان هو ضخم اكتر من الماك بوك اير الام 2. ولكن على الجانب الاخر الشاشه كان ليها كلام تاني خالص. الشاشتين في كلا الجهازين ادائهم متميز جدا، ومشكله الشاشه اللي موجوده في الماك بوك الاير الام 2 المشكله دي موجوده برده في شاشه الماك بوك الاير الام 1، ومش عاوز اعيد تفاصيل المشكله من اول تاني. لو عاوز تشوف التفاصيل بتاعتها هتلاقيها موجوده في ريفيو الماك بوك الاير الام 2 اللي هتلاقيه موجود في الديسكريبشن وهيظهر في الاي اللي فوق. فخلينا نتخطى النقطه دي ونتكلم بقى عن تجربه الشاشات. الشاشتين في الجهازين هنا ممتازين، ولكن الحواف الاقل في الماك بوك الاير الام 2 خلت الشاشه حجمها اكبر، بالرغم من ان الجهازين تقريبا جايين بنفس الابعاد، 13.3 لصالح الماك بوك الاير الام 1 في مقابل 13.6 لصالح الماك بوك الاير الام 2. الشاشتين هنا جايين من نفس النوع الاي بي اس، والاثنين تقريبا نفس الدقه، ولكن الشاشتين مختلفين في كميه الالوان اللي بيطلعوها. الشاشه بتاعت الماك بوك ال ام 2 علشان بتدعم دقه الوان 10 بت، ده بيخليها تقدر تطلع لحد مليار لون في مقابل 16 مليون لون للماك بوك الاير الام 2، وده فرق بيخلي الالوان طالعه ادق، ولكن في الاستخدام مش هتلاحظ في فرق كبير ما بين الجهازين، فالنقطه هنا متساويه الى حد كبير. لكن الفرق اللي واضح فعلا
فعلا ما بين شاشتين الجهازين هو السطوع بتاع الشاشه، لان سطوع الشاشه بتاعه الماك بوك اير الام 2 بتوصل لحد 500 نت او شمعه في مقابل 400 للماك بوك الاير الام 1، وده بيخلي الشاشه مرئيه اكتر لو انت بتشتغل في مكان فيه اضاءه قويه او كنت بتشتغل اوت دور والشمس قريبه منك، فالتجربه في الظروف دي هتبقى احسن مع الماك بوك الاير الام 2. كمان مشكله درجات اللون الاسود الفاتحه شويه اللي اتكلمت عليها في الريفيوهين بتوع الجهازين موجوده في الاثنين، ولكن موجوده بدرجه اقل مع الماك بوك الاير الام 2، ولكن برضه لو انت مشغل فيلم وفي جزء اسود فوق وتحت هتبقى ملاحظ ان الجزء الاسود ده فاتح شويه، خصوصا لو كنت قاعد في مكان الاضاءه فيه قليله. ويمكن الحاجه الوحيده اللي ممكن تضايقك شويه من الشاشه بتاعه الماك بوك الاير الام 2 هو ان فيها النوتش الغريبه اللي ابل حطاها، يعني وجودها مش مبرر قوي، ولكن برضه خلينا نقول للامانه ان الكاميرا اللي موجوده في النوتش دقتها بقت 1080 في مقابل الكاميرا اللي كانت موجوده في الماك بوك اير الام 1 اللي دقتها 720. ففي تحسن في الكاميرا هنا، ولكن برضه النوتش كبيره قوي على الكاميرا دي، فكنت اتمنى ان النوتش يبقى حجمها اصغر شويه. وقبل ما نخش على تفاصيل مقارنه الاداء بين الجهازين اللي نتائجها كانت غريبه شويه وهقول لكم ليه، خلينا الاول نتكلم عن اداء البطاريه سريعا. الجهازين هنا حجم البطاريه فيهم مقارب جدا لبعض، يمكن الماك بوك الاير الام 2 حجم بطاريته اكبر ب 5% عن الاير الام 1، ولكن في المقابل التجربه على ارض الواقع هنا مختلفه. الماك بوك الاير الام 1 بيقعد معايا تقريبا 10 ساعات من وقت عمل الشاشه في مقابل 12 ساعه للماك بوك الاير الام 2، والفرق هنا كنسبه مئويه اكبر من ال 5% الفرق الحقيقي ما بين حجم البطاريه، وده في الاغلب راجع لان الشيب الجديده بتاعت ابل الام 2 بتوفر بشكل اكبر في الطاقه. فكده الجهازين هنا تجربه البطاريه فيهم ممتازه، وكمان الجهازين هنا بيجي معاهم شاحن في العلبه 30 واط ده لاقل نسخه من الجهازين، ولكن الجهازين هنا بيدعموا الشحن السريع. الماك بوك ال ام 1 بيدعم لحد 61 واط، والماك بوك ال ام 2 بيدعم لحد 67 واط من الشحن السريع. ولكن خلينا بقى نخش على الجزء الاهم وهو فرق الاداء ما بين الجهازين. عندنا 4 حاجات محتاجين نتكلم عنهم في فرق الاداء. الحاجه الاولى المعالج، الحاجه الثانيه كارت الشاشه، الحاجه الثانيه الرامات، والحاجه الرابعه هو الذاكره الداخليه بتاعه الجهاز. خلينا نتكلم الاول عن المعالج وكارت الشاشه. بديهيا الماك بوك ال ام 1 بيجي بمعالج ابل او الشيبسيت بتاعه ابل الام 1، والام 2 بيجي بالشيبسيت بتاعه ابل الام 2، والشيبيتين او مجازا المعالجين دول المفروض ان في تشابهات كتيره ما بينهم، ولكن في اختلافات بتخلي الام 2 احسن شويه عن الام 1. المفروض على حسب كلام ابل بتقول ان وحده المعالجه المركزيه او السي بي يو اللي موجود في الشيبسيت دي احسن ب 18% عن الام 1، وكمان معالج الرسوميات او كارت الشاشه اللي موجود في الام 2 افضل ب 25% تقريبا عن الام 1. هل الكلام ده حقيقي؟ الاجابه هنا بس الى حد ما. بطبيعه الاختلاف البسيط في التصميم ما بين كلا الشيبسيتس دي او المعالجات بتاعه ابل ده فعلا بيخلي الام 2 متفوق شويه عن الام 1. زي ما انت شايف في اختبار اداء سينا بنش هتلاقي ان الجهاز الام 2 جاي بسكور اعلى في السنجل كور وسكور اعلى بفرق ملحوظ في المالتي كور، وكمان في اختبار ال 3 دي مارك هتلاقي ان معالج ابل الام 2 متفوق في السكور عن معالج ابل الام 1، وده يمكن راجع لان المعالج نفسه بتاع الرسوميات فيه 8 انويه مع الام 2 وفيه 7 انويه بس مع الام 1. كمان شريحه ابل الام 2 فيها ميديا ديكودر اند انكودر للبروريز بتاعه ابل، وده اللي بيخلي تعديل الفيديوهات اللي بتيجي بصيغه بروريز اسهل بكتير جدا على الجهاز، وده مش موجود اصلا مع الماك بوك اير الام 1. لكن بعيدا عن الارقام خالص خلينا نتكلم عن التجربه الحقيقيه على ارض الواقع. كلا الجهازين هنا في الاداء اليومي والاستخدام العادي مش هتلاحظ فرق ما بينهم تقريبا، نفس التجربه، كل حاجه بتفتح بسرعه والتجربه فعلا هتبسطك من الجهاز، ولكن ممكن تلاحظ الفروق في سيناريوهات استخدام قليله جدا لما تحمل جامد على الجهاز. اي نعم مش ده السيناريو اللي الجهازين دول مصممين ان هم يأدوا فيه باداء كويس، لان نظام التبريد اللي موجود فيهم باسيف، او بمعنى اصح نظام التبريد بيتم من خلال قطعه معدن ملزوقه على المعالج نفسه او على الشيبسيت نفسها، ومفيش مروحه فعليه تشيل الحراره دي عن قطعه المعدن. فبالتالي الجهاز هنا بعد شويه تحميل تقيل لمده صغيره ممكن تلاقي ان هو بيوصل لمرحله الثيرمال ثروتلينج، او بيبدا يقلل من اداء المعالج عشان يفضل محافظ عليه ان هو شغال ضمن نطاق درجه الحراره الامنه علشان ما يحصلهوش حاجه مع الوقت. ويمكن الموضوع ده بيحصل اسرع شويه مع الام 1، مع الام 2 الموضوع بياخد شويه وقت، فبالتالي اداؤه ممكن
يكون احسن بفرق بسيط. اما الرامات في كلا الجهازين فانا معايا النسخه الاقل من كلا الجهازين اللي جايه ب 8 جيجا بايت رام، ولكن مع الماك بوك الاير الام 1 تقدر تختار وانت بتشتريه ان انت تعلي الرامات بتاعته لحد 16 جيجا، ولكن الام 2 تقدر تختار ان انت تعلي الرامات لحد 24 جيجا. وخد بالك الرامات هنا جوه الشيبسيت نفسها، فانت لازم تبقى مختار الحجم الصح وانت بتشتري عشان مش هتعرف تعمل لها ابديت بعد كده سواء مع الام 1 او مع الام 2. ولكن الميموري باندويتس او سرعه الرامات اسرع شويه مع الماك بوك الاير الام 2، ولكن الفرق ده برضو مش هيتلاحظ غير مع الاستهلاك الشديد قوي او مع المهام المخصصه للاجهزه ذات الاداء العالي جدا اللي هي اصلا مش الاجهزه دي. ففرق السرعه موجود ولكن ظاهرين في الاستخدام مش هيبان. نيجي بقى لفرق الذاكره الداخليه ما بين الجهازين، وهنا كانت الحاجه اللي الصراحه يعني انا شخصيا كنت متضايق جدا ان ابل عملتها. الموضوع ده كنت وضحته في ريفيو الماك بوك اير الام 2، ولكن لاهميته انا هوضحه تاني في الفيديو ده. ببساطه الذاكره الداخليه اللي موجوده في كلا الجهازين ملحومه في المذر بورد نفسها، ولكن مع الماك بوك اير الام 1 ال 256 جيجا اللي موجودين فيه هم عباره عن شريحتين 128 جيجا، ولكن في الاير الام 2 الذاكره الداخليه ال 256 هي شريحه واحده بس. فبالتالي لما يجي الجهاز يتعامل مع الذاكره سرعه الكتابه والقراءه على شريحتين بيكون اسرع بكتير من سرعه الكتابه والقراءه على شريحه واحده، وده فارق جدا في سرعه الذاكره الداخليه. فالسؤال هنا هل ده هيفرق فعلا في الاستخدام؟ الاجابه او لا، على حسب انت هتعمل ايه بالجهاز. لو انت شخص هيستخدم الجهاز بشكل عادي، تصفح، مشاهده محتوى والحاجات دي، او حتى اديتنج فيديوهات بشكل بسيط، فالموضوع ده مش هيأثر خالص. ولكن لو انت من الناس اللي بتنقل يوميا من والى الجهاز حجم ملفات كبير ممكن يوصل ل 100 او 200 جيجا، وقتها السرعه دي هتفرق معاك جدا في وقت النقل اللي انت محتاجه من جهاز للتاني. فالموضوع في النهايه هيبقى متعلق على حسب سيناريو استخدامك. فالخلاصه هنا ان الجهازين هنا في الاداء سرعتهم تقريبا متقاربه جدا ما عدا موضوع الذاكره الداخليه. ماشي خياط، انت وضحت كل حاجه، ولكن برضو انا عاوزك تقول لي امتى اروح اجيب الماك بوك الاير الام 1 وامتى اروح اجيب الاير الام 2. بص يا سيدي، بما ان فرق السعر ما بين الجهازين في مصر هنا يعتبر كبير نسبيا حتى لو بتدور على اجهزه مستعمله، فخليني اقول لك ان الماك بوك الاير الام 2 هاته في حالتين بس، حاله منطقيه وحاله مش منطقيه قوي. الحاله المنطقيه هو ان انت تكون بشكل ما بتعمل دايما اديت لفيديوهات بروريز، فبالتالي ده هيفرق جدا ان الميديا انكودر اند ديكودر اللي موجود في الام 2 هيخلي اداء الجهاز اسرع بكتير في صيغه الفيديوهات دي، فوقتها الجهاز ده هو اللي هيكون الافضل ليك. والسبب الثاني اللي مش منطقي من وجهه نظري اللي هيخليك تجيب الاير الام 2 هو ان انت عاوز جهاز يكون ماشي على حسب ترند التصميم الجديد بتاع ابل، ومش همك فرق السعر قوي، انت يهمك كده ان الجهاز شكله كده يبقى جهاز جديد وكل اللي يبص على الجهاز معاك يعرف ان انت معاك احدث حاجه من ابل. ده سبب تاني، في ناس كتير بتحب تعمل ده، ولكن انا من وجهه نظري شايف ان انت هات الحاجه اللي انت فعلا محتاجها. امتى بقى تشتري الماك بوك الاير الام 1 القديم؟ ببساطه هقول لك تشتريه لو انت عاوز اعلى قيمه مقابل السعر. الجهاز ده بالرغم من ان مواصفاته محدوده شويه الا ان حتى الان انا ممكن استخدمه كجهاز الرئيسي. اي نعم هيضايقني شويه في بعض الحاجات علشان انا استهلاكي تقيل شويه، ولكن الجهاز ما زالت مواصفاته ممكن انها تكفيني بشكل او باخر. فالجهاز ده انا شايفه بيقدم فاليو وقيمه كويسه جدا مقابل السعر، خصوصا لو انت ناوي تجيبه مستعمل. فحاول تحدد اولوياتك وعلى اساسها اختار ايه الجهاز المناسب ليك. وهقول لك على نصيحه اخيره، الفيديو ده فيه الفروق ما بين الجهازين، لو انت اخترت جهاز منهم انا انصحك وبشده ان انت تشوف الريفيو بتاعه، هيبقى فيه كل التفاصيل اللي انت عاوز تعرفها عنه، هتلاقي اللينكات كلها اللي انت عاوزها موجوده في الديسكريبشن. وبس كده، كان معاكم احمد الخياط، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.